السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم صينية بسبوسة بالكنافة. طريقتها جميلة جدا، بيبيعوها هنا عندنا. أشهر المحلات بتاعة الحلوانية في اسكندرية. جميلة جدا وزي ما انتوا شايفينها روعة وما شاء الله ورهيبة. هعمل جزء كده احط على وشه مكسرات وجزء بس هيبقى كده مربعات سادة. اللي عايز وشها مكسرات بياكل، واللي عايزها سادة بياكل. احنا عندنا من الاتنين. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات. عندي هنا نص كيلو سكر، هحط عليه رتلة الا ربع مية واحطهم على البوتاجاز لغاية ما يغلوا. اسيبهم بقى كده مع بعضهم يغلوا كويس. هحط السميد في صينية وهدخله في الفرن يتحمر معانا شوية، وتفضلي كل شوية تقلبي فيه كده. ندخله كده نحمصه على الشواية ونطلعه لغاية ما نوصل للتحميصة اللي احنا عايزينها. احنا مش عايزينه يغمق خالص، عشان كده كل شوية نطلعه ونهويه. بصوا نطلعه من قلب الفرن هو كده كويس. برضو هجيب صينية تانية واحط الكنافة فيها، وشايفين انا بقطعها ازاي صغيرة خالص لغاية افرفتها خالص. وريكوا اهو وانا بقطع فيها. خلاص كده قطعتها وبرضو حطيتها في الفرن كل شوية تتحمل لغاية برضو ما نوصل للون اللي احنا عايزينه. يلا بينا نحط المواد الجافة السميك على الكنافة ونقلبهم تقليبة كويسة. وحضرت عندي كوباية سمنة وعلبتين زبادي وحبة جوز هند مكسرات، حاجة بسيطة كده على الوش. وحضرت عندي بيضتين، وحضرت عندي باكنج باودر. دول بيضتين، وجبت عندي الصينية دهنتها طحينة، وجبت الفانيليا كمان عشان خاطر نبقى احنا كده جمعنا كل حاجة. هنحط كل المكونات السايلة على بعضها. بوريكم الصينية اهي مدهونة طحينة، والطريقة دي بتطلع البسبوسة بتاعتنا بالكنافة جميلة جدا. لازم تدهنيها طبقة كويسة كده من الكنافة. يلا بينا بصوا بقى دي السميد على الكنافة، ونحط عليهم كده باكنج باودر ونقلبها تقليب كويس. نيجي الحاجات السايلة بقى هنحطها على بعضها، ونحط عليها فانيليا اللي هم الزبادي والبيض ونعملهم مع بعض كويس. نيجي هنا بقى السمنة سيحناها كويس، عشان هي عبال ما خلصنا كده جمد التاني. هنبدأ بقى نقلب كل ده على بعضه. ماشي، بعد ما نقلب كده الباكنج باودر نرش سمنة ونقلب، نرش سمنة ونقلب. انا عايزاها كلها، بصوا كل فرفوتة فيها كده تتغلف بالسمنة، اذا كانت بسيس ولا كنافة. بصوا بوريكم احنا ما اتحمصت بتبقى ناعمة وانت بتدعكيها كده ببعضها. ودي الحاجات السايلة حطيناها كده على بعضها، وبعدين هنبدأ نحطها فوق الكنافة. وانت بقى بتحطيها فوق الكنافة وتعمليها كويس جدا، تخلطيها خليط كويس جدا. هنبدأ ناخد بقى بالمعلقة ونحط في في قلب الصينية التانية. بعد ما نضيف بقيت كوباية الحليب هنقلبها كده. بصوا اهي بقت ازاي، تعملي فيها كده المعلقة بقت طرية. يلا بينا بقى هنا هنحط بالمعلقة ونرص جنب بعض. هوريكم دلوقتي ازاي هعمل عشان خاطر ما تاخدش معانا وقت. بصوا بناخد كده بالمعلقة ونحط جنب بعض، ناخد كده بالمعلقة ونحط جنب بعضها عشان الطحينة ما تتحركش كده ولا كده، تفضل الطحينة عازل بين الخليط بتاعنا وبين الصينية. فكده اهو بسم الله ما شاء الله هتبقى جميلة جدا. نبدأ بقى نحطها جنب بعضها لما الدنيا كده كلها تظبط معانا وتطلع كده مظبوطة. خلاص كده انا خلصت الصينية كلها وتسويها تسوية كويسة، وتحطي بقى عليها شوية جوز الهند كده بالزبيب والمكسرات مبشورة فيه منعمها خالص. ونفضل كده توزعيهم زي ما انت عايزة. دي هنعملها كده، والحبة التانيين هعملها مربعات من غير اي حاجة، عشان في اللي بياكل بجوز الهند
وفي اللي ما بياكلش بجوز الهند. نبقى رضينا كل الأطراف وقطعناها من قبل ما ندخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله، تقطيعتها جميلة اهي سمبوكسات، أكنك شاريها من بره بالظبط عشان تفتح النفس كده. والتانية اهي قطعناها مربعات. دول الحبة اللي اتبقوا. بقية الخليط بتاعنا عشان نبقى عملنا كل كده، رضينا جميع الأطراف. بدأنا ندخلها الفرن، استوت كويس من تحت وفي الجوانب. هنحطها بقى على الشواية. خليكم ماشيين معايا كده واحدة واحدة مع بعضين. حمرناها تحمير كويس، والعسل بتاعنا الشربات بتاعنا سخن، عشان كده احنا عملناه وقتيا غير اللي احنا عاملينه في البرطمان ومجهزين لحلويات التانية. هي تبقى سخنة والعسل سخن ويتحطوا على بعض. بصي شربيها كويس جدا، لان هي ما شاء الله كده الباكنج باودر نفشها، فهتشرب منك عسل كويس. عشان كده لازم الاتنين سخنين، تطلع بقى طرية كده وجميلة. وزعي بقى العسل كويس جدا وامليها. بنستناها كده تتشرب كل كمية العسل، ونشوف اذا كانت عايزة نزودها بنزودها. وبعدين برضو جبنة السادة هنديها برضو عسل لغاية كده ما تعوم. ما انا التانية برضو زودتها، ودي برضو اهي. شوفوا هو بيبقى كتير وبعد كده بتروح كله شرباه، تمتصه على طول. التانية برضو انا عطيتها زيادة وقطعت منها، وهقطع برضو من دي. وبصوا بسم الله ما شاء الله، نتيجتها جميلة جدا، روعة ورهيبة. جربوها وقولوا لي انت بتتابعوني منين. وكل سنة وانتم طيبين.